يا صباح الفل عليكم من أم الدنيا، صباح الفل عليكم من الطبيعة، من الجمال، من الأرض الطيبة، مصر الصغرى الفيوم. أنا موجودة النهاردة في محافظة من أجمل محافظات مصر، سموها ناس كتير وكتاب كتير باسم مصر الصغرى، وبيئات كتير مختلفة موجودة داخل الفيوم، سياحة كتير مختلفة من أثرية لدينية لساحلية ريفية بيئية، كل أنواع السياحة موجودة هنا في محافظة الفيوم. ساعة ونص بس من القاهرة وتبقى في الجمال ده، في الطبيعة دي. تعالوا مع بعض نبتدي أولى فيديوهاتنا وأفرجكم على الفيوم جزء جزء. أول حاجة خلينا نبتدي كده نعرف يعني إيه الفيوم أو ليه الفيوم اتسمت كده. عايزه اقول لكم ان في عصر القدماء المصريين كان اسمها بايام. بايام يعني البحيره. طبعا الفيوم دي كلها كانت عباره عن بحيره وبحر ونهر ومتصله بنهر النيل وحاجات كتير، بيئه مختلفه تماما. عايزه اقول لكم ان الفيوم دي كمان عمرها اكتر من 44 مليون سنه. اتحرف اسمها في العصر اليوناني الروماني لبايوم، وبعد كده مع دخول القبطيه مصر اتحرف اسمها من بايوم لفيوم، لان كانت الب بتتنطق ف. وبعد دخول العرب مصر حرفوها اكتر وحطوا الالف واللام وبقت الفيوم. النهارده هاخدكم جوله سياحيه لاماكن كتير جدا في الفيوم، منها محميه وادي الريان، هنشوف الشلالات، هنتفرج ونعرف معلومات جديده عن قصر قارون وبحيره قارون، وهنشوف في بقيه الفيديوهات اللي جايه اماكن اثريه واماكن سياحيه من الدرجه الاولى. نزلت بس صورتين من كام يوم على الفيسبوك، الناس كلها بقت تقولي دي اسوان، دي الاقصر، دي سيوه، لكن دي الفيوم وجمالها. يلا بينا نبتدي الفيديو ونروح على محمية وادي الريان. أنا موجودة دلوقتي في محمية وادي الريان، المحمية اللي أعلنت محمية طبيعية سنة 1989. المحمية هنا مساحتها 1759 كيلو متر مربع، موجود فيها مزارات كتير جدا، اهمهم طبعا الشلالات الطبيعية اللي موجودة هنا في المحمية، وكمان منطقة وادي الحيتان، جبل المدورة، والبحيرة المسحورة اللي انا واقفة عندها دلوقتي. تعالوا مع بعض الاول نتفرج على الشلالات ونعرف قصتها ونرجع تاني نكمل الفيديو. انا موجودة دلوقتي في منطقة الشلالات في محمية وادي الريان، منطقة الشلالات اللي فيها بحيرتين زي ما انتم شايفين، بحيرة عليا وبحيرة منخفضة. تعالوا مع بعض احكي لكم قصة البحيرات دي، وهل هي بحيرات صناعية ولا طبيعية. الشلال الطبيعي الوحيد اللي موجود في مصر اتكون نتيجة بحيرتين تموا عن طريق مشروع أقامته الحكومة المصرية في 25 مارس سنة 1973، والمشروع ده هو نقل المياه الزايدة عن حاجة الأراضي الزراعية للمنطقة دي. والمشروع أقاموا فيه قناتين، قناة سطحية وقناة نفقية، ومن خلال المشروع ده ونقل المياه عبر القنوات اتكونت البحيرة العليا اللي انتوا شايفينها معايا دلوقتي. ولما زادت المية عن حدها وبقى فيه فائض، عملت الشلال ده نتيجة المناسيب الموجودة، وبعد كده اتكونت البحيرة المنخفضة اللي موجودة تحت الشلال. الشلال الوحيد الموجود في مصر موجود هنا في محمية وادي الريان، مزار سياحي من أجمل المزارات اللي موجودة في مصر. أنا دلوقتي قدام معبد قصر قارون، تعالوا مع بعض نتفرج على المعبد ونعرف قصته، ونعرف إن هو من أهم المعابد اللي موجودة في مصر، مش الفيوم بس. يلا بينا. معبد قصر قارون اللي موجود في مدينة ديونيسيوس الأثرية في محافظة الفيوم، عمره أكتر من 2300 سنة، من العصرين الروماني واليوناني، وتسمى قصر قارون لقربه من بحيرة قارون. تعالوا مع بعض نتفرج على المعجزة اللي بتحصل هنا في المعبد، في المكان اللي في الوش ده، وده اسمه قدس الأقداس. هنا بتتعامد الشمس يوم 21 ديسمبر كل سنة على قدس الأقداس في المنطقة اللي في المنتصف دي، وفي المنطقة اللي في اليمين الشمس بتحود عليها في وقت تاني في نفس اليوم. ويقال إن المكان ده كان مكان الإله سوبك، الإله التمساح، والمكان اللي في اليمين اللي بتيجي عليه الشمس برضو يقال إن هو كان موجود فيه تمثال للإله سوبك.
اما الحجرة اللي في الشمال اللي ما بتجيش عليها الشمس نهائيا، يقال ان هي كان فيها تابوت للاله سوبك او مومياء للاله سوبك، فعلشان كده هو في العالم الاخر المظلم اللي ما بيجيش فيه نور، فالشمس ما بتجيش ناحيته خالص. المعبد مكون من 3 أدوار، الدور اللي أنا موجودة فيه، وفي دور تحت، وفي دور فوق، وفي السطح اللي موجود فيه نقش للإله سوبك، الإله التمساح اللي بيرمز لمدينة الفيوم. موجود تحت حجرات كتير، يقال إن هم عددهم بعدد أيام السنة، والحجرات بتبقى صغيرة زي ما انتم شايفين زي دي بالظبط. على كل باب من أبواب المعبد هنلاقي نقوش صغيرة جدا، مش نقوش كبيرة أو مش معابد فيها نقوش زي معابد أسوان وأبو سمبل وغيرها، لكن هنلاقي إن في نقوش على باب كل معبد، وهي قرص الشمس المجنح، وفوق قرص الشمس المجنح هنلاقي نقش للكبرى، ويقال إن هي بتكون للحماية. من الظواهر النادرة جدا اللي بتحصل في المعابد المصرية، سواء من أيام المصريين القدماء أو في العصور اللي بعديها الرومانية واليونانية وغيرها، هي ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، وهنا بتحصل في معبد قصر قارون في الفيوم. دلوقتي بقى أنا موجودة عند البحيرة المسحورة اللي اسمها كده علشان بيتغير لونها مع انعكاس ضوء الشمس، كل ساعة لون مختلف، شوية تركواز، شوية لبني، شوية أزرق غامق، حسب ضوء الشمس بيتغير لونها. علشان كده أهل المدينة سموها البحيرة المسحورة. أكيد عملنا لكم فيديوهات تانية عن أهم المزارات الموجودة في محافظة الفيوم، تابعوا معايا أهم وأجمل المزارات السياحية جوه محافظة الفيوم. شكرا ليكم، أشوفكم في الفيديو الجاي للفيوم.